عدنا إليكم من جديد. الموضوع ديال اليوم غيكون مثير للجدل، واي حاجه قلتها في هذا الفيديو هذا فراه كتبقى راي شخصي باش ما يتمش التاويل ديالها. وهذا الفيديو راه عنده علاقه مباشره بالمد الهرقاوي. اليوم غادي نناقشوا انا بعدا كنسميها كارثه، كارثه الانجاب وانت فقير. يعني كارثه الانجاب، ركز معايا على كلمه كارثه وانت فقير. نعيد الصياغه الموضوع. انا بعدا شخصيا ما كنعتبرش على ان الفقراء راه كيولدوا، راه بالعكس راه كيديروا جريمه. تقول لي علاش كيديروا جريمه؟ وبالله عليك كيفاش انت واحد الانسان ما قادرش يكفيه حتى راسو، الشؤون اليوميه ديالو مازال لاقي فيها مشكل، من سكن من ماكل من ملبس، كيمشي كيتزوج وكيولد واحد العرام ديال بنادم. واش كتجيك انت هاد اللعيبه لوجيك؟ واش داك السيد اللي غيتزاد واش انت كتنتظر على انه غتكون عنده واحد الظروف ملائمه وواحد الظروف جيده باش يكون راسو وعلى انه يمشي مزيان؟ فرا الاكيد لا، لان الريزولطا اوتوماتيكمون راه عندها علاقه بالفاينانشال سايد. راه الجانب المادي راه كيحكم بشكل مباشر على السعاده والتكوين ديال الاطفال. والدليل الناس الدول السكندنافيه والميريكان، هاد الناس هادو كيعيشوا بواحد التنظيم في الحياه، واي حاجه عندها تخطيط. يعني هاد الناس هادو قبل ما يجيبوا واحد الانسان للدنيا كيكون عنده تخطيط، لدرجه انه كتلقى مرا وراجل نهار كيتلاقاو كيقولوا راه غادي نديروا واحد العمليه جنسيه بيناتنا وغادي يكون انجاب سوا دري سوا دريه. انفو كيتزاد داك الدري ولا ديك الدريه كيابليكي واحد الحاجه كتسمى الهاوس انكام، يعني العائدات الماديه للمنزل. وبارتي منها كتمشي لداك الدري ولا ديك الدريه كيكريو لي كونط هو صغير، ما كيجي فين يتخرج حتى كيلقى عنده واحد لاباز ديال الفلوس يقدر يشري بها دار، يقدر يدير بها مشروع، يقدر يمشي يقرا التخصص اللي بغا وهو مرتاح. ناهيك على ان الدول المتقدمه راه كتعاون الشباب في حاله بانت عنده شي سكيلز، بان عنده شي موهبه شي حاجه بحال هكا كيقدر يفوز براسو. يعني كاين تخطيط، وهذاك التخطيط راه هو اللي خلاهم على انهم يتقدموا. لان بكل بساطه انت ملي كتخطط لواحد الانسان واحد الطريق مزيانه، راه لدرجه السكن الحي اللي كيسكن فيه راه كيخطط ليه، راه ما كاينش شي حاجه عشوائيه عند دوك الناس، راه بالسيف ما يتقدموا علينا وبالسيف ما تلقاو ولادهم ما فيهمش العقد بحال عندنا حنايا. فين مني كتجي عندنا حنا هنايا بنادم تيتخبى ورا الدين، بنادم دير الدين كدرع باش انه يبرر داك زعما اللهف الجنسي. فهمتي؟ هو اصلا ما مزوجش باش ينجب، باش يكون واحد العائله، باش يستثمر في راسو ويخلي على ان الجينات ديالو تدوز والعائله ديالو تكبر. لا، هو راه فهمتيني راه حاكمه غير الشهوه، لدرجه انه ما كيكونش تخطيط على الفقراء بتاتا. لا انت كتشوف قدامك والدين 5 6 لدرجه انه كتلقى هذاك الدري الوسطاني راه ناسي كاع هو واش والده، يعني يلبس ما يلبس شغله هذاك. ومني كتسولو كيقول لك يتزادوا برزقه. انا بعدا منين كنسمع تزادوا برزقه راه والله الا كنبقى نضحك اقسم بالله، لدرجه التفاهه اللي متفهين هاد الناس هادو العقول ديالهم. يعني بنادم ما فاهمش الدين بتاتا. عرفتي مني كيقول لك هاد الكلمه ديال يتزاد برزقه، انا راه كيجيب لي الله بحال هاد الناس هادو راه كيتسحب لهم بالله. راه كل دري كيتزاد كينزلوا الملائكه من الفوق كيعطيو واحد جخناشي ديال الفلوس وكيقولوا لي هاك هاد الدري هذا راه غادي يعيش بهاد الفلوس، راه هذا هو رزقه. ما كايناش الهضره دي، انسى داك الدري اصلا بعدا فاش كيتزاد خاصك ليه بزاف ديال الحوايج. اول حاجه التطبيب. الاغلبيه ديال الدراري دابا ولا الاغلبيه ديال الدريات كتلقى عنده مشاكل في الجسم ديالو بسبب انهم ما مشاش زعما تولد في واحد المركز بروفيسيونيل اللي غادي يهتموا بالصحه ديالو، ضربات القلب، واش بكى من يتزاد، شنو هما القصور اللي عنده في الصحه ديالو. يعني داكشي كيتكتشف بكري باش كيدار له حل. يعني هنا كيولي التطبيب يعني كيأثر بشكل مباشر على داك الصحه ديال الدري قبل ما نشوفوا الظروف اللي غيكبر فيها. يعني هو باقي يلاه تزاد كيواجه تحديات، كيمشيو كيولدوه فهمتيني في شي مركز عادي جدا. داك الدري يقدر يتصاب باعاقه ما معروفش المصير ديال ديك الولاده كيفاش كدوز. حتى كيتزاد كيبدا يكبر، كيبداو يتزادوا لي شارج، داك الاب كيكبر عليه الماتش صافي كيطلقوا للزنقه. وهاد كيطلقوا للزنقه هي اللي كندويو عليها حنايا، لان هذا كيأثر بشكل مباشر على المد الهرقاوي اللي كنشوفوا دابا. الدواور ولا الاحياء الشعبيه باش بلا ما نكذبوا على راسنا من اكثر البلايص اللي فيهم الاجرام، السرقه والدعاره والعنف اللفظي والعنف الاخلاقي بالضبط. لانه بنادم فهمتيني كتحس براسك بحال كتهضر مع حيوان ما عندوش واحد اللوجيك ديال الكومونيكاسيون. هو اصلا ملي كدوي معاه انت كيجيب ليه الله بحال راكم نتوما في واحد الحرب كلاميه، خاصو يربحك فهمتي. كاين واحد العقد وكاين واحد المشكل كيبان لك بانه راه كاين شي حاجه غلط. ملي كتجي كتشوف شنو هي الحاجه الغلط كتلقى بان داك الدري فاش كيتزاد في حي شعبي وكيعوش ظروف يعني ماديه مريره، اول حاجه ما كيتطببش مزيان.
ثاني حاجه ما كيقراش مزيان، ثالث حاجه واللي هي اهم كيكون عنده حرمان مادي وحياتي بسبب انعدام القدره الماديه. يعني الانسان النفس ديالو ما كتبقاش شبعانه، هذا الشيء علاش كتلقاه هاز موس وخارج كيجريسي. انا ما كنبررش السرقه خاصها فهمتيني، القصاص انا مع القصاص، اي حاجه حكم بها القران انا معها، ولكن كتبدا تشوف الظروف اللي خلات داك الدري يخرج، فراه كتلقاه مباشره على انه راه ضحيه لواحد التفكير لا تخطيطي لا اخلاقي من طرف واحد الوالدين، لانهم كيعتبروه بروبل. هذه هي الكارثه العظمى في الاحياء الشعبيه. فكتلقاه كيولد الاول الثاني الثالث الرابع الخامس كيقول صافي هذوك بروجيات انديفيدويل، واحد النهار على وعاسه واحد منهم راه غادي يطلع ويبدا يصرف عليه. ولكن واش دوك الدراري غادي يكبروا في واحد البيئه مزيانه؟ واش غادي ياكلوا مزيان؟ واش غادي يقراو مزيان؟ نسى، كنقول لك نسى. مني كتجي كتواجههم بالحقيقه فراه كيجبدوا لك قصص اسطوريه وغالبيه ديالها كذوب، لان هادشي اللي كيتناقش في القهاوي كيقول لك راه واحد الانسان ما كان عنده والو ونقص جبل. نسى. هاد الناس اللي كدوي عليهم انت هما استثناءات جدا، وكيبان واحد في كل 100 عام. هاد الناس هادو كتلقاه متصالح مع ذاته لدرجه انه كيطفي الانفايرمنت، ديك الانفايرمنت اللي عايش فيها هو، ديك البيئه اللي عايش فيها هو كيطفيها. علاش كيطفى؟ لانه كيكتشف الاخطاء الفادحه كامله اللي دار هو، انه قبل بداك الواقع ديال والديه، وفي نفس الوقت كيعرف الاخطاء اللي داروا والديه وكيعرف الغايه من الانجاب ديالو. فهو في العوض ما انه يبدا يبكي ويتشكى ويمشي في ديك الطريق اللي دوينا على دابا ديال هذوك الناس اللي كيكونوا فهمتيني كيخرجوا يشفروا ما قراوش مزيان، فهو كيحاول يلقى حلول في العوض ما انه ينغمس في هذاك الديب دارك اللي عايش فيها هو مع والديه. فهمتي؟ بظروف ما استثنائيه فهو كينجح. هذاك السيد مني كينجح راه كيولي واحد الغوبير، كيولي بحال واحد المرجع لدوك الفقراء باش يبردوا على راسو ويعطيو واحد كيفاش غادي نشرحها، تبرير لدوك الولاد علاش تولدوا. يعني انا ولدتك راه واحد خونا في واحد الوقت راه ظروف كفس منك، ولكن الطامه الكبرى شناهي هو ان الاب هذا كيخرج راسو من المعادله. وهنا فين كاين المشكل. قبل ما تلوم ولدك على الظروف اللي عايش فيها في الحياه وكيفاش عاش، لوم راسك انت الاول علاش ما درتيش. وهذا هو السؤال المطروح، علاش انت كتكون فقير وكتولد؟ انا بالنسبه ليا كما قلت لكم الانجاب وانت فقير راه جريمه، لانك انت كتحكم على راسك وكتحكم على داك الولد بالاعدام بلا ما نهضروا على عدم الثقه في النفس للدراري، لدرجه انه بعض المرات كنشوف انا بعيني كتلقى الفقراء ملي كيجي عنده ولده كتلقاه مبادل مسكين ما لابسش مزيان، كيبغي يعيدوها في القهوه ولا يشارك الراي ديالو، فالا راه الاب ديالو كيقمعو ولا كيضربو، كيخاف يحشم به ولا ما نعرف. المهم كاين واحد الاستصغار من طرف الاباء تجاه هاد الابناء، والدليل هو التجمعات العائليه، المقارنات. وهاد المقارنه بالضبط الا جينا ندخلوا في التفاصيل ديال كيفاش انت كاب ما وفرتيش لولدك ظروف ملائمه غير الافرج، زعما غير المتوسط العيش الكريم، وكتجي كتقارنه مع واحد الانسان اللي عايش في ظروف احسن منه، فراه هذه بالضبط كتخليك تبان على انك واحد الانسان غبي جدا. ما تبقاوش تخباو ورا الدين، راه الدين ما كيشجعش على الفقر، راه بالعكس الدين راه قال لك من استطاع منكم الباء، والرزق في الدين راه عنده علاقه بحوايج اخرى، راه ماشي ضروري يكون فلوس. ما تبقاوش تحرفوا المصطلحات باش انك انت تبرر الفشل المادي ديالك وتعطي راسك السلطه ديال انك تنجب واحد الاولاد وتعدى عليهم. فلوس كتخليك تعيش مرتاح، فلوس كتخلق لك لا سيكوريتي، الفلوس كتخلي ولادك يقراو مزيان ياكلوا مزيان، لي نيوتريسيون بعدا اللي كيدخلوا للدماغ ديالهم كيخليهم على انه يديفلوبا بواحد الشكل اللي مزيان، لانه انسان في حاله فقر ستريس اللي كيعيش فيه وداك انعدام الامان وانعدام الاكل، فراه الاي كيو ديال دماغه كينزل، وهذا الشيء راه مثبت علميا تقدر تقلب عليه. في حين على ان انسان مرتاح دماغه ما فيش الكورتيزول، واكل شارب عنده الكونيكسيون مزيانه مرتاح، فراه كيقدر يبدع، ماشي غير يقرا وماشي غير يدير شي حوايج عاديه، فراه كيقدر يدير شي حاجه اللي سوبر كاع. والدليل هو هذا اللي كتشوفه في الواقع، كتلقى الناس اللي لاباس عليهم والد جوج ثلاثه كيستثمر فيهم، في حين ان الفقراء ما عليك غير 5 6 حتى شي عار غادي تزادوا برزقهم. ما تبقاوش تخباو ورا الدين، قراو دينكم مزيان باش ما تعداوش على ولادكم. هادشي كامل اللي قلت راه في الاخير مجرد راي شخصي ومجرد راي ديال شي اصدقاء عشنا في واحد المواقف اللي بينت على ان الفلوس راه كتخليك تطلع، واخا تكون موهوب، شي واخا تكون موهوب وتكون ما عرفت شنو، راه الا ما كانش الفلوس وكان واحد الاستقرار مادي وواحد التنظيم راه حياتك فيها باء منثور. يعني الا اذا وقف معك الزهر وطرات شي معجزه راه كتقدر تقاوم دوك
الكاوزز اللي كيخليوك على انك ما توصلش، فهمتيني؟ يعني كما قلت لك قبيله تقدر تطفي الانفايرمنت ديالك وممكن، فهمتي؟ 2025 لي ستاتس كاملين اللي كاينين في الانترنت على هذا الموضوع راه كاينين، تقدر تقلب قبل ما دير شي كارثه. هذا اخيرا وليس اخيرا كيبقى غير راي شخصي. انا بالنسبه لي ما نقدرش نجيب ولادي لهاد البيئه اللي عايشين فيها، خصوصا كتشوف التوجهات ديال الدوله ديالنا حنا وكيفاش التضخم غادي وكيفاش الاقتصاد العالمي اصلا كيفاش داير، وكتزيد حتى كتكبدها وانك كتولد 5 6، وبسببهم كنشوفوا هذوك المظاهر ديال التهركاويش ديال ان الدريه كتولي عاهره ولا الدري كيخرج يشفر. المهم كاينين بزاف ديال التجليات ديالو، انا ما كنشركش يعني، ولكن راه الغالبيه العظمى هي هذه، بغيتي ولا كرهتي، لانه من ما كيكونش التعليم ومن ما كيكونش واحد التنظيم فما تسناش من داك الدري غادي يخرج لك ايلون ماسك، باش نكونوا واضحين على هذه النقطه هذه. هذا كيبقى غير راي شخصي. كان معكم دجاو كاست، سي يو ان ذا نيكست فيديو.